جريمة اختفاء في جملة مفيدة والفاعل مجهول. كان واقف لوحده، المبتدأ وحيد تايه ملوش معنى، زي واحد معاه مفتاح بيت بس مش عارف البيت فين. الناس كلها بتبصله وتقول وبعدين ماله ده، عايز ايه؟ وفجأة ظهر الخبر. بكلمة واحدة الدنيا نورت، الجريمة اتحلت والغموض انتهى. المبتدأ لقى نصيبه التاني، والاتنين عملوا قفلة خلت الجملة ليها طعم ومعنى. تخيلي يا ست الكل إن دي كانت خناقة نحو في حصة عادية، بس عند المستر أبو براء الموضوع مش مجرد كلمتين فوقيهم ضمة. أبو براء ما بيشرحش لغة عربية، هو بيحكي حدوتة ولادك هيكونوا أبطالها. المبتدأ والخبر قصة حب أسطورية مكملة لبعضها. الأفعال الناسخة عصابة دخلت غيرت ملامح الجملة وهربت. المضاف إليه الضيف اللي بيجي يوضح الصورة ويقفل الحكاية. ليه ولادك محتاجين أبو براء؟ لأن العربي معاه مش حفظ ومذاكرة، ده شغف وإثارة. الولد بيطلع من الحصة مش بس فاهم إعراب، ده بيطلع فاهم منطق اللغة، يعني تأسيس بجد يخليه يسبق سنه بمراحل. يا مامي، لو ابنك بيشوف العربي بعبع، أبو براء هيخليه يشوفه لعبة ما بيشبعش منها. تنبيه: إحنا بنبني عقول مش بنحشي كراسات. لو عايزة ابنك ينضم لنادي المبدعين مع المستر أبو براء، اكتبي قصة في التعليقات وهنبعت لك تفاصيل أقوى نظام تعليمي وتأسيسي في المملكة. المستر أبو براء دراما النحو، تأسيس بالحب، لغة عربية غير أمهات السعودية، ذكاء لغوي.